عسلامة البنات، أهلا وسهلا بكم. حبيت نرجع لكم بوصفة ياسر جديدة ياسر مزيانة مطلوبة ياسر طويكة اللي هي صبلي التخرج. كيفاش نعملوها؟ شنو الأسرار؟ كيفاش تجيك التصويرة؟ كل شيء باش تلقوه بإذن الله في الفيديو هذايا. لذا كان كي جديدة أول مرة تشوف القناة تفرحني ياسر بانضمامك لعيلتنا. حبيت لهنا نختار البنات الكمية الصغيرة اللي هي رطيل فرينة أو 400 غرام فرينة كيف ما عملت تاني و100 غرام إنشاء باش تجيكم سهلة وهك تنجم انتي تدوبل الكمية. هكا كتبتها لكم البنات وباش نقولها بالتفصيل. أول حاجة عنا 400 غرام فرينة كيف ما قلنا تكون مغربلة معهم 100 غرام إنشاء، تحب تنحي الإنشاء تنحيه. 250 غرام مارغرين أو زبدة بحرارة الغرفة، بيضة كاملة مع أصفر البياض. ديما البنات أصفر البيضة الأبيض البياض يعطينا كل قرميشة نتاع الصبلي تتميز بالقرميشة، والأصفر تبدأ هشوشة تبدأ هيك تحسها في فمك نقولوا نحنا ذوب في الفم. نحن التوانسة نحب وقت قرميشة والذوب في الفم في نفس الوقت في كل شيء. بالنسبة للسكر محور البنات حطيت 90 غرام فقط، لأنه ديما ما نساوش الحشوة باش تجي حلوة، ما ننساوش اللي باتا سكر زاد حلو، لذا لازم نردوا بالنا من كمية السكر اللي نحطها. الحمد لله الوصفة ناجحة، لذا تبعوها للآخر. ما ننساوش هكا السكر فاني والرشة هكا باليدين خميرة حلويات أو 5 غرامات هكا نص شيء بالضبط. هذه هي الوصفة. حطينا أول حاجة البنات المارغرين أو الزبدة، ماذا بينا نحن كل شيء تتعمل بالزبدة مي هكا للي باش يبيع رانا نستعملوا المارغرين ما نستعملوش الزبدة. وانت والكليونت نتاعك كي تقول لها انت شنو تستعمل، هي تحب الزبدة هيك باش تعرف التكاليف باش تكثر عليها باش تكبر طبيعي. به حطينا المارغرين بحرارة الغرفة، لازم نخرجوه قبل ب3 سوايع من الفريجيدان تكون في شكل كريمي بالباهي. ونضيفوا عليها 90 غرام السكر محور، نخليوها نخلطوها بصوابع اليدين فقط. البنات ديما الحلو التونسي يتخلط اغلبيته بصوابع اليدين، الكف من نسوهوش من نعجنوش لا من الاول ولا من الاخر. نضيفوا البيض اللي قلنا نحنا بيضة كاملة واصفر البياض، وقلت لكم علاش. لهنا نضيف السكر فاني ياسر، السكر فاني كنضيفه مع البيض البنات مع كرشة الملح نسيت باش نقول لكم عليها، مع رشة الملح هيك تحس السكر فاني يطغى شويه على العظام ويعطي الجو مزيانه تقعد هيك الجو. نضيفه في الاخر الفرينه، حطيت 400 غرام فرينه وثم نزيد النشاء ان احتجت، على خاطر الفرينة البنات مع ظل الفرينة والأنواع اللي توجدت في تونس فما تلقى نوع ممتاز ياسر باهي نفس الكونتيتي ديما تخدم فيها، بعد ساعات يجينا نوع معناها على قد ما تحط ولا تجيك شايح، وفما اللي تويك هيك لاحظناها يجيك من الدي. ديما اختار نوعية ومعناها ولوج عليها فركس عليها هذاك هو. به لهناي كملنا نخليها طويكة، كملت النشاء معناها استعملت 400 غرام فرينة و100 غرام انشاء مع رشة الخميرة. شوف القوام متاعها البنات هاوكا، هذا القوام متاعها ما تخافوش منها. فما اللي كي يشوفها هكا يزيدها فرينة يقول هي ناقصة فرينة، هي مش ناقصة فرينة. نخليوها ترتاح أقل حاجة 25 دقيقة في الثلاجة في الفريجدان ملوطة. كي ترتاح هكا الزبدة هكا تلم وتشد بعضها وتعطينا ديما نتيجة باهية. راهو النصائح هذه مهمة باش في الاخر نلقاو نتيجة ياسر طيارة للصبلي. باهي لهنا البنات عندي الليمون ثم هما منزلت كابة أخرى ثم هما. شوف مادام أنا باش نعمل الصبلي نتاع التخرج فنحب الزينة نتاع اللي باش نحطها فوقها تجي هيك ظاهرة 2 كعيبات 3 كعيبات الزينة. لذا باش نختار الليمون هذا هو من الجهة هذه فقط مش من الجهة هذه،
هذه هي حسيتها صغيرة. هذه زادة أصغر. هذه أكثرية تمشي للغريبة برجوا. هذه لا، مانيش باش نختارها، باش نختار هذوما زوز، المربع والدائري. باهي تويكا باش نحل العجينة تاعي اللي هي ديجا ارتاحت نصف ساعة. أما كان عندك ورقة بلاستيكية تنجم تحلها ياسر طيارة، النتيجة باش تلقاها حاجة ملساء وتبدا الكعبة مرتوبة بالباهي. كما عندكش هكا زوز بابيي كويسون، واحدة من الفوق واحدة من اللوطة، تحل عليها العجينة. بعد ما حليناه البنات في المرحلة هذه هي نرجع الفرشيدان باش ترتاح بالباهي، وبعد ليك نطبع. سبحان الله ما نقولها لكم مش المعلومة، نطبع ونزيد نرتاحها في الفرشيدان. علاش؟ باش الكعبة كنطيبها تجيني كلها نفس القياس. بعد ساعات نطبعوا وندخلوا الفور، تلقى الكعبة مش قد خطها من نفسها، معناها نفس الطابع استعملنا، ما يجيونيش كيف لا، لازم نحلوها كيف كيكه. وبعد ليك نرتحوها في الفريجدان راهو 4 دقائق فقط، نخرجوها نطبعوا ونزيد ترتاح. هذه نصائح بالحق خذيتها هكا وسرقتها من الشيفان، ربي يبارك لهم اللي يقراونا. هكا كي ترتاح، على قد ما ترتاح على قد ما تجينا متماسكه وتعطي النتيجه افضل. باهي لهنا قلنا باش ناخذوا المول هذا، هو نحن باش نطبعوهم البنات ونزيدوا نرجعوهم يرتاحوا قبل ما نحطهم في الكوش. هكا اللي هي اني نطبع ونرتح في الفريجيدان. هكا تويك طبعت وباش نرتحها في الفريجيدان، على خاطر كي ترتاح في الفريجيدان هي تزيد تشد روحها وتجيك الكعبة على قد كيف اخذها كيف ما قلنا. شوف الرطوبية، شوف المنظر، استيوس ياسر مزيانة وبالحق تستحقها بالباهي. لهنا باش نعمل اني قلوب بومبي. فالعجينة تجينا خشينة العجينة، ما نعملوهاش رهيفة ياسر. وهذه لاستيوس اللي هي ناخذوا طبقة بلاستيكية ونطبعوا عليها باش يجينا القلب هيك خشين وبومبي. وماذا بينا نخليوه في الفريجدان يرتاح بالباهي. شفتوا طبعتوه في تحطوه في الفريجدان باش ما يرجعش يتحل، على خاطر كان خليتوه لبرا راهو باش يرجع يتحل. لا، ندخلوه في الفريجدان باش تقعد داك الكعب هيك خشينه بومبي بزبوزه. شفتوا بزبوزه محلاها ندخلوها هكاك الفريجدان تشد روحها ومن بعد لك ندخلوها للفور. باهي لهنا البنات باش نفتح قوس على الفور. راهو الفور نتاع اللي نستعمل فيه يعني في داري مش اللي تستعمل فيه انت في دار، يكذب عليك. مش اللي كيف كل واحد والفور نتاعو. لذا القاعدة تقول لك الفور نتاعك من 170 درجة ل 180 درجة مدة 10 دقائق. 10 دقائق. شوفوا كيفاش جات الكعبة قد خدها وكيفاش جاو مزيانين. للكيلو فرينة شوف بالضبط قداش طيح لي. هي الوزن الطبيعي نتاع السطلة، هذاك هو المجمل نتاع الصبلي. يطيح لك كيلو و500 كيلو 600 غرام خلينا نقولوا. به لكن المربع ذاك هو باش نعملوا الزينه هذه اللي كيف نجي. هذيك الورقه نشريها من اللي يبيع في المرطبات، تلقى عنده كل شيء ب4 دينارات. هي ديجا حطيت الشوكولاته البيضاء، اللي يحب يخلط كوفرتور وبات، اللي يحب يخلي بات فقط. هذيك انت عندك حريه الاختيار. بالنسبه لي انا حطيت بات فقط، خليتها كيك تنفضها تشوف. ارجع عاود الفيديو اني على خاطر باش ما يجيكمش الفيديو ياسر طويل، حتى هذا هو طبعا نعمل لكم فيه فيديو قصير.
هكا عملت الاشكال اللي يعني هيك محطيتها في مخي. الف مبروك، الشابو، كيفاش هكا الشهاده، كيفاش الوردات، هذوك هما الكل اللي كتبعتهم. ان شاء الله يا ربي باش نخرج لكم فيديو هيك قصير فيه كيفاش بالضبط، معناها باش ما نطولش عليكم. الفيديو هذا هو، والحاجات اللي يعني لربما غلطت فيها ما نحبكش انت تغلط فيها. اوكي به. بالنسبه للحشو البنات هو زوز اختيارات، وديما اني كي باش نمشي تجيني الكليونت نقولها شنو تحب، راني نجم نعمل لك بالكريم وبور ولا باش نعمل لك بالغناش، وانتي وشنو تحب انتي باش تعطيها وهي تختار حسب الميزانيه نتاعها. راك تعرف طلاب ماهوش معناها فما اللي يحب حاجه واو كل شيء في الغالي، وفما لا حاجه مزيانه مرتوبه ياسر بنينه ياسر بنينه مي او ميم طون تكون الميزانيه صغيره. لهنا زاد البنات ان شاء الله يا ربي الكريم وبور، على خاطر الفيديو باش يطول حطيت منكم لقطات فقط، اما ان شاء الله الكريم وبور البروفيسيونيل تعلمناه باش نقول لكم نخرج لكم عليهم فيديو ونقول على التفاصيل الكل. كريم وبور حاجه بنينه ياسر، نستعملوها في اللي قطو، نستعملوها في شنو يا بوثينه هكا كي نحشيو بها عندنا هكا. قولوا معايا جنواز، باش نحكي نعمل هكا حشو للجنواز رولي، نستعملوه لكل شيء حسيبه، وياسر طياره ياسر تصبر ياسر في الصيف، معناها نحتاجوها بالباهي. اذا راني الوصفه باش تلقاوها في فيديو خاص بها ان شاء الله يا ربي يهبط غدوه، ما كان تتفرجوا فيه الفيديو اليوم ان شاء الله يهبط بعدها بالضبط. شوفوا النتيجه، شوفوا الرتبه، شوفوا حاجه تعرفها من الفوي، تعرف النتيجه من الفوي. لهنا حبيت نحطها كحشو، وزايد الكل البنات نحيه. شوفوا مي زايد راني باش نحيه للامانه. ديما كيف ما قلت اللي يحب الغناش يعمل بالغناش، واللي يحب كريم وبور يعمل بالكريم وبور. كل واحد هكا شنو كيف ما قلت لكم راهو كلها تتعلق كل قدير وقدره. شوفوا المربع كيفاش قد المربع بالضبط، مع الزينه مع الترتيحه هذيك هي مع الزينه هذوما هما من الفوق. هيك خطيتهم اني قدامي كيف كي تبدا كعبه كيف كيكه مثلا زينه مش ظاهره، لا نحاها ونختار كعيبات هيك يبداو ضوين مزيانين، وباش نرتب عليهم الكعيبات نحطهم فوق كعبات الصابلي. لهنا كي تبدا حاجه هيك زايده الكعبه معناها زايده شويه شوكولاته هاك بحذايا، يعني كيف ما شفتوا المبرش هذيك هي نتحفها شوي باش نلصق بالشوكولاته البيضاء. مادام هي شوكولاته بيضاء لازمني باش نلصق بالشوكولاته البيضاء، وتشد بالباهي وتقعد معناها تقعد 3 ايام وتكون النتيجه روعه كيف ما تشوفوا. مبروك التخرج، حاجة ياسر مزيانة وبالحق ولادي عملوا عليها جو، والكليونات الكل عاملين عليها جو. هذوما هما كالقلوب البومبي. القلوب البومبي شنو وظيفتهم؟ هما يربحوك في كمية ما أكبر للصبلي. هي راهو الصبلي أني عملت كل زوز طبقات مع بعضهم وحشيتها بالغناش، سواء نحط لكم فيديو آخر بالغناش. فما اللي يعملها طبقة هي وحدها، شفتها كيكة كعبة صبليك شايحة يحط عليها باتا سكر ويزينها وكها وتتباع بالغلي والكوي. لا أنا نحب هيك حاجة مزيانة، وديما راني ديما كان انتوما باش تبيعوا تبدا فما انت والكليونت نتاعك تقول لها راني باش نعمل خدمة هكا وهكا وهكا. هذا اللي تعلمته اني بصراحة. شوف هكا الكعبات لهنا على كيفاش جاوني كيكه معناها كيما مجنحه. اني حطيت الشوكولاته البنات وبعد ليك ضفت هيك من الفوق
كل خيوط هكا شوكولاتة بيضة، وبعد تحط الكعبة وتخرجها تجيك هكا مزيج بيناتهم الزوز البيضة والكحلة. شوفوا الباتا سكر نرش شوية نشا من اللوطة، ماهوش برشا، نشا شوية وكهو. بالنسبة للباتا سكر البنات معروفة، فما ماركة معروفة في تونس ياسر طيارة، معناها نخدموا بها ياسر طيارة، تعاونك تقعد ما تيبسش في ساعة ما حتى تذوقها. احنا اغلبية الباتا سكر راني نلوحوها بعد ليك حتى في الجاتو تلقاها كذيك تتنحى كلها متاع عينين متاع منظر فقط. مي كوميم فما نوعية معروفة اسأل عليها في تونس، معروفة في تونس، معناها بنينة وتصبر وتعاونك في الخدمة وحاجات كيف منك. نجمش نقول عليها الماركة. نحطوا شوية نباش باش يلصق. ماذا بينا مادام اني استعملتك الدائرية بالزينة نحط كل حاجة فوق خطها باش تجينا في الاخر كعبة ياسر مرتوبة، وتبدا المنظر متاعها كيف ما شفتوا حاجة ولا اروع. شوفوا كالطبقة متاع الكريموبور ومتاع السابلي هيك جاو مع بعضهم، كل واحدة تكمل أختها. عرفتوا علاش السكر محور نقصوا فيه ولا؟ هذاك هو. ديما البنات الباتا سكر كان باش نخليوها كيف الشابو، نحطوها في ساشي باش ما تيبسش، ما ردوا بالنا نحطوها في الفريجيدان، وما يحبوش الماء خاطر تصبخ، هي ديجا معناها نوع من الصبغة في الباتا سكر. باكا نزين اني حبيتك الكتيبه نتاع المبروك والحاجه ذيك هي حطيتها زينتها الكتيبه، وبعد ليك هاكا نلصقوا كل واحد وكيفاش يحب يلصق. عملت قداش من نوع اني ديجا، ولهنا البنات عندكم حريه الاختيار وكل واحد وذوقه. شوفوا النتيجة حاجة ياسر بنينة. أول حاجة نقولوا ياسر بنينة على خاطر بالحق ياسر بنينة. الكريموبور جات ولا أروع، أضافت ياسر ياسر للبنة. الزينة العينين هكا كي تهزها البلاتو حاجة ياسر مزيانة، حاجة مرتوبة. إن شاء الله يا ربي قعدوا تتفرجوا في الفيديو للآخر. أي سؤال تحبوا تسألوني إن شاء الله يا ربي نجاوب عليكم. إن شاء الله عجبكم الفيديو، ما تنسوش الاشتراك في القناة. باي باي.